بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. ريسيفر كاماكس جاي قاطع باور خالص. تعالوا نتعرف على العطل ونشوف هنصلحه ازاي. يلا بينا نبدأ على بركة الله، ولكن قبل البداية يا ريت دعم حضراتكم بلايك وكومنت وشير. احنا هشتغل على السيريا مادام قطع باور علشان نشوف لو في اعطال في الفيشة ولا حاجة. ادي السيريا، فيشة السيريا معانا اهيت، بنقفل عليها بتشتغل معانا اهي. خلاص كده اطمنا على الوصلة اللي هنشتغل عليها. هوصل الريسيفر على الكهرباء. دي الفيشة بتاع الريسيفر. زي ما حضراتكم شايفين الريسيفر ميت خالص. طيب هنفك الريسيفر ونشوف الدنيا فيها ايه. نفصل عن الكهرباء الاول. الريسيفر زي ما حضراتكم شايفين كومة من الأتربة. هننضفه الأول ونكمل مع بعض. ده الريسيفر بعد ما نضفناه من الأتربة اللي فيها حضرات. بالكشف الظاهري كده في مكثف هنا منتفخ اهوت. جنب المعالج او البروسيسور بتاع الجهاز الريسيفر. اما دورة الكهرباء مش ظاهر فيها حاجة، لكن العطل اللي جاي عطل كهرباء. هنشوف الدخل الاول، وبعد ما نوصل الدخل بتاعه هنفحص على الخروجات بتاعته على الفيشة دي يا حضرات. هنجيب القفو على وضع الجرس، وهنقيس الكابل الرئيسي، وبنقيس بعد كده الفيوز. هنشوف الكهرباء داخله ولا لا، وان كانت داخله لغايه فين وقطع منين بالظبط. دي الفيشه اللي بتغذي البورده. ده الكابل اللي داخل للجهاز. في فرد واصل على طول اهوت على الفيشه بتاع تغذي البورده. الفرد التاني داخل على المفتاح وراجع على البورده. هنقيسهم كده ونشوف مع بعض. اول فرد معانا واصل اهو يا حضرات. طب نشوف الفرد التاني. الفرد التاني قاطع. طب الفرد التاني جاي من المفتاح. طيب يعني ممكن يكون المفتاح ده قاطع. طيب نشيل المفتاح كده سبب العطل. هذا المفتاح يا حضرات بعد ما فكيناه هنقيس عليه كده ونشوف الدنيا فيها ايه. اللعبه برضو على وضع الجرس كده قاطع. طب ندوس عليه تشغيل كده. طيب المفتاح كده شغال يا حضرات. معنى كده ان ممكن يكون الفيوز ده اللي قاطع. طب نقيس كده على الفيوز. الفيوز كمان شغال. طيب ادي المفتاح بعد ما خرجناه وقسنا عليه المفتاح شغال. وصلنا الكابل بتاع التغذية، وصلنا الخروجات. هنوصل كهرباء تاني ونشوف الدنيا فيها ايه. وصلنا كهرباء تاني يا حضرات. الريسيفر مازال ميت، مفيش اي استجابة. طيب هنوصل الكهرباء تاني ونأكد على المفتاح من تاني. ربما يكون المفتاح بيعلق. لو كان بيعلق هنشيل المفتاح ونوصل الأسلاك ديت مباشرة.
المفتاح بيقيس اهو يا حضرات، نقفله كده، قاطع، نشغل تاني، بيقيس اهوت مفيش فيه اي مشكلة. نشوف الفيوز دوت، وده الفيوز سليم كمان يا حضرات. طيب انا كده مضطر افك البوردة ونشوف المشكلة فين بالظبط. دي البوردة بعد ما فكيناها يا حضرات، فرغت المكثف ده لقيته معلهوش شحن، وده معناه انه مفيش قفلة في الخارج بتاع البوردة، المشكلة كلها في الداخل هنا. هنقيس السيليكونات ونقيس كل حاجة فيها وان شاء الله يكون خير. على وضع الديود، هنقيس الديودات دي يا حضرات، اعطيني قراءة على ناحية وناحية لا، ده سليم والقراءة طبيعية. طب نشوف التاني، مفيش قراءة، المفروض يديني قراءة كده، ده كمان سليم والقراءة طبيعية. طيب نشوف الاتنين التانيين دولي، ده قراءة طبيعية. طب نعكس، مفيش قراءة. طب هنا مفيش قراءة. طيب هنا المفروض يقيس الديودات الأربعة سلام يا حضرات، وطبعا الفيوز قسناها قبل كده، الفيوز اللي هو ده الفيوز سليم. نجيب على وضع الجرس، الفيوز سليم اهوت. طيب ممكن يكون ايه المكثف ده؟ ممكن يكون عليه قفلة، مفيش عليه اي قفلات. نعكس كده، مفيش اي حاجة. طيب هنقيس بعض الزنارات والفوتوكابلر، وان شاء الله لما اوصل للحل هقول لحضراتكم المشكلة كانت فين. طيب يا حضرات، انا بعد ما قست دايرة الكهرباء اللي هي الدخل او الجزء الحار، وصلنا لانه الزنر ده يا حضرات بيقيس لي شورت على الناحيتين. هوري حضراتكم دلوقتي، وده معناه ان هو بايظ. هنقيسه مع بعض اللي هو ده. هنجيب الافو على وضع الديود، زي ما حضراتكم شايفين بيقيس توصيل اهيت. لو عكسنا الاطراف المفروض ما يقيسش، لو كان سليم لكنه بيقيس. طيب هنغير الزنار ده يا حضرات من اي دايرة قديمة عندنا علشان الرقم اللي عليه مش باين، ونشوف يا ترى الزنار ده مع الفوتوكابلر ممكن يكون هو اللي بيغذيه، يكون هو اللي قطع الداير. هنشوف مع بعض بعد ما نغيره الدنيا فيها ايه. دي دايرة قديمة عندي يا حضرات، نفس النوع ونفس الرقم بالظبط، وده الزنر اللي فيها اللي احنا هناخده علشان نركبه في الجهاز بتاعنا اللي هو ده. هنقيسها كده قبل ما نحلها ونشوف هي سليمة ولا لا. نقف على وضع الجرس، كده بتقيس طبيعي اهيت. لو عكسنا مدانيش قياس اهي يا حضرات.
نعكس تاني كده. المفروض كده يديني قياس. ادتني قياس اهي يا حضرات، فمعنى كده ان الزنرة ديت سليمة. هنحلها ونركبها هنا ان شاء الله. اهي يا حضرات دي الزنرة السليمة. انا مش عارف لو باينة في التصوير ولا لا. ده الجهاز اللي معانا، هنشيل منه الزنرة اللي بايظة دي يا حضرات. ادي القديمة اهيت، هنركب الجديدة. دي الزنرة اللي نقلناها اهي يا حضرات، هنقيسها كده بعد ما ركبناها ونشوف الدنيا فيها ايه. طيب انا دلوقتي غيرنا الزنر دوت، وهنشوف، عايزين نشوف الكهرباء واصلة على مكثف الألقو مظبوطة، وفي الكهرباء واصلة لملف الشوبر ولا لا. هنوصل البوردة على الكهرباء عشان نشوف الكهرباء واقفة فين. هنوصل على الكهرباء، نقول بسم الله. نصف على 600 فولت دي سي. هنقيس على مكثف الألقو نشوف عليه كام. بحذر عشان يتحول الشحن عليه، نخلي بالنا منه. عليه 260 فولت يا حضرات، وانا شايف ان ده فولت مناسب. طب نشوف على الشوبر كده. 260 فولت او 250 فولت واصلين على الشوبر اهمت يا حضرات. طيب نشوف بقى الخارج. ده بيطلع ثلاث خروجات. في هنا 2 ارضي و3 خروجات. ده هو منهم ارضي، ده واحد من فولتات كهرباء مفيش، ده ارضي، ده 5 فولت مطلع لي 2.2، ده المفروض 24، ده قاطع خالص اهوت يا حضرات. طيب يعني دلوقتي الدخل بالنسبة لي الدخل طبيعي، ما عادش فيه مشكلة. بعد ما غيرنا الزنر يعتبر ما عادش فيها مشكلة. في مشكلة دلوقتي لسه في الخارج اللي هو البارد او الفولتيات الصغيرة اللي بتشغل الريسيفر. هنفصل الكهرباء من تاني، نفرغ الألقو للمخزن كهرباء بأي لمبة عندنا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقيس الديودات اللي في دايرة الخارج يا حضرات. هنجيب الابو على قياس الديود، هنشيل دي دلوقتي. انا عندي هنا ديود كبير اهو يا حضرات، وواحد صغير اهوت، وادي التاني اهو على الثلاث خروجات اللي هما بيخرجوا، اللي هو 3.3 والخمسة وال24 فولت. انا هقيس الديودات ديت كده ونشوف، لو انا شاكك في حاجة منهم هنشيلها خالص ونقيسها بره. ادي الافو على وضع قياس الديود. هنقيس اول واحدة اللي هي دي يا حضرات، المفروض كده يعطيني قياس، بتقيس لكن رقم غريب 1500 ديت مش موجودة خالص. طب نعكس كده، وكمان على الناحية التانية بتقيس. طب ده احتمال كبير تكون بايظة. طب نشوف اللي بعدها، المفروض كده ما يقيسش.
بتقيس اهيت. طب نعكس كده. طيب كده قطعت. كده قطعت. تمام. طيب نشوف الكبيرة. مادام الرقم بيتغير كده فديت احتمال، لكن قطعت اهيت، يكون المكثفات اللي على البورد. طب نعكس كده. نعكس تاني. طيب عموما انا شاكك بشكل كبير جدا، هنسيب دي للاخر. انا شاكك في الاولانيه ديت بشكل كبير. هنحلها كده يا حضرات ونقيسها بره الدايره ونشوف. اهي يا حضرات حليناها اهيت. هي دي هنقيسها بره الدايره ونشوف هي سليمه ولا لا. انا وضع الدايره زي ما احنا. كده مفيش قياس. طب نعكس. بتقيس بشكل طبيعي. نعيدها تاني. طيب يبقى ديت سليمة وطلعت براءة. هنوصلها زي ما كانت في نفس الاتجاه بتاعها، وهنشوف الاتنين التانيين احتمال يكون حاجة منهم. علشان الفيديو ما يكونش طويل انا هفحص الحاجات ديت، واللي فيها المشكلة لما اوصل لها هصور مع حضراتكم. هكمل التصوير. انا حليت كل السلوكانات دي يا حضرات وقستها بره الدايرة، طلعت شغالة مفيش فيها اي مشكلة. قست المكثفات في الدايرة، شكيت في واحد اللي هو على خط ال 24 فولت. هوريكم القياس بتاعه. هنقيسه على الماكرو بره. بيقيس معايا 90 ماكرو وبينزل ايه زي ما حضراتكم شايفين. انا جبت واحد تاني ما عنديش جديد دلوقتي 100 على 100. هنركبه بس تجربة ونشوف الدايرة تفتح معانا وتوصل كهرباء، تخرج كهرباء. ده عطيني 92 ماكرو وثابت اهوت، فده شغال. هنركبه كده تجربة بس ونشوف يا ترى الدايرة هتخرج فولتيات ولا لا. السالب مع السالب زي ما هو على البوردة. وصلنا اهو يا حضرات. هنوصل كهرباء كده ونشوف ان شاء الله يكون خير. هنوصل بسم الله. جبنا الافو على 60 فولت. نزلت الخروجات، في خروجات لكن ضعيفة اهي يا حضرات. الدايرة لسه فيها مشاكل تانية، في خروجات لكن ضعيفة، يبقى لسه فيها مشكلة تانية. هكمل فحص وبرجع لحضراتكم. بصوا يا حضرات، انا قست كل المكونات اللي في دايرة الخارج وغيرت اللي انا شاكك فيه، يعني غيرت. واخر حاجة قلت اغير اي سي المذبذب اللي في دايرة الداخل، ربما يكون هو فيه المشكلة. انا فعلا لما حليته يا حضرات لقيت مكانه محترق اهوت. مش عارف لو كان باين في التصوير ولا لا، مكانه لاسع اهوت او اسود شوية، بمعنى ان هي سخنت جامد او حاجة زي كده. فانا شلتها، ومن حسن الحظ كان عندي دايرة نفس النوع فانا حليتها منها. اتمنى ان هي تكون سليمة والدايرة دي تفتح معانا وتخرج لنا باور. انا هركبها ونشوف كده مع بعض. دي التانية الاي سي اللي انا اللي احنا هنركبها اهيت.
ودي اللي انا خلعتها. هنركب دي كده ونشوف الدنيا فيها ايه. قولوا يا رب. بصوا يا حضرات، انا بعد ما غيرت اي سي المذبذب اخر حاجة ابتدت تخرج معايا، بس ظهر كمان مشكلة تانية. هنشوف مع بعض كده. ادي 3.3 ال5 فولت طالعالي 7 ومستقرة. ال24 زي ما حضراتكم شايفين كده غير مستقرة وبتلعب. فالمهم الحمد لله ان الدايرة ابتدت تخرج بعد ما اكتشفنا المشكلة والعطل الرئيسي بعد ما غيرنا الزنر وغيرنا الحاجات اللي غيرناها. اخر حاجة غيرناها اي سي المذبذب ابتدت تخرج معانا. عدم استقرار الفولت ديت هيكون حاجة بسيطة، بس انا شايف ان الفيديو طول قوي، وعلشان كده انا مضطر اقفل الفيديو علشان ما يكونش طويل اكتر من كده ويكون ممل. ممكن نكمل ان شاء الله في حلقة تانية او في فيديو تاني ونظبط الدايرة ديت. واحد هيقول لي طيب يا عم ربيع انت تعب نفسك ليه وذلل نفسك في دايرة كهرباء ممكن تجيبها ب 30-40 جنيه وتحل المشكلة. المشكلة بقى مش في 30-40 جنيه، المشكلة ان انا عايز اتعلم صناعة. افرض وقع في ايدي رسيفر انا مش لاقي له دايرة كهرباء او بتخرج الخروجات اللازمة ليه، يبقى انا في الحالة ديت مضطر ان انا اظبط او اشغل الدايرة بتاعته الاصلية. فعلشان كده لازم يكون الواحد عنده فكرة واحنا بنتعلم من بعض. اي سي المذبذب هو كان سبب المشكلة. بعد ما غيرنا تقريبا نص الداير، غيرنا زنارات وغيرنا مكثفات وغيرنا زنر كان قاطع برضه. الظاهر ان الاي سي لما اتحرق حمل على الحاجات ديت او حصلت فيه قفلة، فالحاجات دي كلها قطعت، بس السبب الرئيسي هو اي سي المذبذب واحنا غيرناه والحمد لله الدايرة اشتغلت معانا. بهذا القدر نكتفي. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.